مع الناس ديل الليله بقى له حار، هم جابوه خاطينه في مجلس بتاع تأديب، قالوا له انت شقاق للصف وكلامك ده ما يا هو اركب عديل. اذا ما عنده موضوع ذاته، خليه يردموه طوالي. ما هو كان مع الناس قاعد يأذي الناس في الميديا، بقول لا ما تتكلم، نحن مع برهان في الصح في الغلط، يلا قول لا ابقى معاه في الغلط وارجل واركز ما لك تتسوى في الزول. ما زمان كان اللي بيتكلم في القياده بطلعوه فتان وبطلعوه ما صح، خليه طوالي واصل في نفس الحته دي، ما ينتقد قياده الجيش، ينتقدوا ليه؟ ممكن اكمل؟ كمل اتفضل. انا ما قاعد ادافع لبيبي ولا عندي شغله ببيبي، انت كده افهم كلامي. انا قلت لك في ناس، اذا انا ضد هسه قبل يومين انا ولا فتره كنت في لايفك قلت لك انا مع اي زول حقه ينتقد. لا هو مع الناس ديل، هو مع الناس اللي قاعدين يضروا الكلام ده. عين يا في المارشال عين، هو ساعد الناس ديل، هو واحد من الناس اللي ساعدت في انه يضللوا الشعب السوداني. انت ما تقول عديل مالك يا استاذه، انا ما عندي قضيه ببيبي تردمي بيبي لا انا ما رديم انت قول الحقيقه كامله. انت قلت عمسيه انت جبت تسير انه هو وعمسيه. داير اقول لك شنو؟ ما انت انا داير اقول هو ساعد في تضليل الشعب السوداني، ساقهم بالخلا وعمل على حشد الكلام ده يا زول، استخدموه استخدام ثقيل. ساق الشعب السوداني بتضليل الخلا. انا ما جيت لبيبي، انا جيت منصتك انت يا استاذ. انا ضربت مثل فقط، انت ما ممكن انا اجيب مثل طوالي تمسكيني اني انا متحدث باسم بيبي. انا ما ناطق باسم بيبي يا اختي، ولا عندي به شغله، ولا يوم ثلاثه جست في منصته عشان ما تجي تحمليني شيء انا ما عندي به علاقه. انا جبت مثل فقط يا اخي، خلاص شيلي بيبي برا يا استاذ. يا فول مارشال، هي ما قصدها دقيقه، هي ما قصدها انه انت تتحمل ثواني ما انت ما بتسكت، انت اسكت عشان تفهم. لا الحوار مع اخذ وعطاء. انا من جيت المنصه ده خطيت ميوت واحترمت نفسي. ما هو انت لحد ما جيت ما خلاص، ما انت افهم. هي ما قالت لك انت تتحمل نتائج بيبي، وهي ما قالت لك انت بتدافع عن بيبي، لا هي بتقول انه في عمليه. اعمل شنو طيب؟ انت دارني اعمل شنو هذا؟ هل انا الحل شنو؟ دقيقه، هل انا عندي سلطه على بيبي؟ دايرين حل، رايك يا اخي رايي ما قاعد اقول، انت خليتني قلت رايي، انا اقول لك كلمتين وانت فاتح لي المايك. انا قلت شنو هسه؟ انا ضربت مثل، قلت قاعد اقول رايي الشخصي، انا ما قاعد اقول راي زول. قلت يا اخي مشكله السودان دي 1 2 3. يا اخونا مثلك ده ما بركب، يا اخي ما مشكلتك ده، ما كمل خلاص، كمل كمل كده، ادينا فرصه ثانيه يا راجل. كمل انت دايرت كلام اللي داير تقول ذاته نسيته يا اخونا. هوي انت فرصتك ده من قبل انا منتظر خلاص. هاي كمل فرصتك، ادينا لك الله كلكم ما عندكم حاجه ذات. ما بديك انت زول. واصل يا فول مارشال واصل. الراجل ده انت جيت فينا فرين بفوق عليك ما فتحوا قدوهم، انت مشكلتك شنو؟ انت دايرني اقول الكلام اللي يرضيك انت؟ ما هو دي مشكله السودان ذاته. انا جيت هنا في المنصه دار اقول رايي انا. عجبك اسمع، ما عجبك انزل، لما انا اكمل تعال اركب. فهمت؟ نرجع لفرصتك. دايرين نعرف الناس ديل منو اللي هم ماشيين بنفس الفكره اللي انت قلتها. ايوه واصل. فرصه لكن يا اختي ناريمان، انا كل ما افتح قدوميتي قاطعيني. انا هسه ما اتكلمت في نص دقيقه، ما اتكلمت. انه قلت لك يا اخي في ناس جهه جغرافيه معينه بالتحديد ابناء الشمال، انه برا السودان ده ملكا لهم هم. فهمتي؟ اي زول يقرب على الحكم ده او ينتقد في الناس الحاكمه ده بيجوا بيخونوك. ودي ازمه السودان، لانه السودان ده الناس اللي بياخذوا فيه القرارات المصيريه ما كل السودانيين، ولا السودانيين ده الممثلين في كل الدوله ده. اذا عشان اننا نحل معضله السودان ده، مشكلتنا ما مشكله انه النرقوبه جا راجع ولا النرقوبه جا فات ولا النرقوبه الدوالي، مع انه انا ما اعرف انتوا بتجيبوا المعلومات ده من وين. يعني انا هسه قدامك ده من قبل قاعد في الفيسبوك افرقل، قاعد في التيك توك افرقل، ما انا اي كلام لقيته منشور طوالي اشيله اصدقه يا جماعه، ده برضه غلط. انا ما عشان مشكلتي مثلا عندي مشكله مع زول او بيختلف مع الزول ده في الراي طوالي، بس لو لقيت حاجه ضده اجي اشيلها وامشي بها. لا ما صح. ما في زول ادى النرقوبه والي، ولا في زول قال للنرقوبه تمشي والي، ولا الكلام الفارغ ده. صح الاستقبال اللي حصل للنرقوبه من طرف البرهان غلط. كونه يجد ان هنا ما عندنا مشكله، اي زول ده مع قرار انتم كلكم متفقين فيه، اي زول وضع السلاح ده حبابه. لا انه الليل كلام ده قبل كده قلنا الليله الدعم السريع لو كله قال يا اخي انا سلمت خلاص ده سلاحي، ما الحرب انتهت. اذا لما وفي اي الحروب يعني ده ماشي امل البرهان ولا امل الجيش السوداني، في اي الحروب في الدنيا ده لو في زول انشق الطرف الثاني بيستقبله. الدعم السريع ده الليله لو في زول لواء من الجيش انشق هيستقبله.
ما حيقول له انت كنت بس خلينا امرر لك سؤال. تستقبلوا، في فرق بين انه تستقبلوا او تقبلوا، في فرق بين انك توكل له مهام وتديه علامات. وريني العلامات اللي مركبينها للزول ده شنو هسه حاليا. ما في اي علامات ادوها له، انما هو ده اصلا هو جاي لواء ولابس لواء زي كيكل يعني حسي ما في هو طلع متمرد شق الصف وطلع متمرد وهدد امن الدوله القومي لواء، يجي راجع ثاني لواء صح؟ يا روعة المؤسسة. افهم كلامي يا انت كده انت كمواطن كده مبسوط من ده انه الزول ده يفوت يتمرد لواء ويرجع لواء؟ مشكلتك ما قاعد تسمع الكلام اللي انا بقول، انت داير تنتقي من كلامي كلام وتشيلي تسقلي فيه. لا ما اشيل، انا بتناقش معك، ده حوار، دي فرصتك او نحن بنتناقش سوا. داير اعرف وجهة نظرك في انه انت قلت لي من حقه انه يجي ويضع السلاح عشان الحرب تنتهي. اوكي انا معاك في ده. هل في شيء ما يمنع انه الزول ده لما يرجع الدولة تسرحه، يعني الامن والامان وادوه شاي لكن بعد اقول له اسمع ما نشوفك لابس تاني لبس عسكري على الراقيق، شوف لك دكان افتحه، شوف لك كشتينه العبها. بس الاستخبارات دي جات لقيتك انت لافف في اي 2 3 بعد ده بيتصرفوا معاك. مش خليك مواطن، يمشي يشوف له حلل يبيعها، يشوف له حاجه تانية، لكن ما يلبس البزه العسكريه ويجي يقف مع الضباط الاشراف. دي وجهة نظرك انت ووجهة نظري انا، لكن وجهة القيادة بتاعت الجيش بتختلف عني انا وعنك. فهمتي؟ الجيش عاوز يستخدم الزول ده تاني. وانت مبسوط لده يعني؟ يجي يكسر بيتك تاني ويطردك بودانه؟ انت كده دقيقة كده اديني فرصة خليها اوجه وطننا. انت ليه مصرة انه انا لو قلت كلام ما راح الكلام ده ما يجي؟ انا قاعد اتكلم عن واقع. يا راجل ده ما يلف ويدور يا راجل. يا اخونا هوي احترم نفسك يا راجل، احترم نفسك يا راجل. يا راجل انت كم خليه يكمل يا يوسف دقيقة. يا اخونا احترم نفسك يا راجل. يوسف مشترك يا اخي، خليتي معي يوسف مشترك يا اخي. اصبر انت كمل يا مارشال. يا راجل ما تكون انسان قليل. اصبر يا مارشال بس بدون إساءة يا اخي، كمل كلامك. لا والله انا ما قاعد اسيل يا زول، لكن الراجل ده ما عارف مصير انه يقاطع ومصير انه يقل ادبه. من قبل ما الناس دي قاعدين يتناقشوا مع نارمال ليه ما فتحت مؤيد؟ لانه هو عنده مشكله. انت كلامك كله متناقض. كلام الله يرضى عليك لما انا ما لا يا مارشال ماتسي الله يرضى عليك. يوسف اخوي اسمعني عليك الله، اسمعني يا غصب عني يا راجل. ما هو انا ما جيت المنصه عشان ارضيه، وهو بيقول لي كلام رد له نحن نرد له يا يوسف. انا ما جيت هنا ارضيك يا يوسف، ولا جيت هنا عشان انت تقتني بكلامي. كمل احترم نفسك. كمل يا ابو الكلام ده. الدكتور قاعد في المنصه، اتكلم في الواقع، اتكلم في